السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناتي. لو اول مرة تشوفوا الفيديو يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونبتدي نشوف تفريزاتنا النهاردة عاملين ايه. هنا عندي لحمة حواوشي. طبعا انتوا شايفين الخضار، اللحمة مش باينة اصلا، بس هو اللحمة يعني موجودة تحت الخضار. انا عندي هنا نص كيلو من اللحمة المفرومة، قدامهم نص كيلو من البصل. تمام، قدامهم نص كيلو من البصلة. برافو يا اوزة، برافو، اسمعوا كلام زين. المهم احنا عندنا ايه تاني؟ عندنا شوية من الكزبرة، وعندنا كمان فلفل احمر الوان بارد زي ما تحبوا، عايزينه حامي عايزينه بارد زي ما تحبوا. انا حاطة 2 فلفلتين احمر مفرومين، ومعاهم جزر مفروم، ومعاهم طماطميتين متقطعين صغير جدا. طبعا احنا هنخلط الكلام ده كله مع بعض. وعندنا كمان البهارات بقى. البهارات اهم حاجة، هي البهارات الاساسية في الحواوشي. ايه هي؟ انا عندي هنا بابريكا، جنزبيل، فلفل اسمر، قرفة، كزبرة، كمون، من كل حاجة فيهم يعني معلقة صغيرة. وكمان الاساسي عندنا هي بهارات الحواوشي. ب5 جنيه من عند اي عطار قوليله عايزة بهارات حواوشي. هنقلب طبعا المكونات بتاعتنا. الخضار الاول اللي هو الفلفل الاحمر، الجزر، الخضرة، البصل، الطماطم، كل ده هيتقلب. بعد كده هننزل بالبهارات بتاعتنا. بهارات الحواوشي انا نزلت بالورقة كلها، هو اداني حبة كده في ورقة حلوين، فانا كنت عايزة اعزز طعم الحواوشي في اللحمة، فنزلت البهارات كلها نزلت بيها. تمام، واديتها كمان معلقة ملح. وطبعا بنبتدي ان احنا نقلبها، وبنديها كمان البهارات بتاعتنا اللي انا قلت عليها، معلقة صغيرة من كل نوع بهارات. نبتدي ان احنا نحطها في كيس ونبططها، بحيث ان لما ندخلها الفريزر ما تاخدش مكان. ونروح على الوصفة اللي بعدها، تتبيلة الفراخ. انا عندي هنا بصلاية، طماطماية، لو بتحب الفراخ تكون سبايسي شوية ممكن تديها فلفل حامي، لو مش حابة خلاص. وهننزل بالبهارات بتاعتنا، كمون، كزبرة، فلفل اسمر، كركم، كاري. ومكون اساسي هو صوص الباربيكيو، هيديها طعم جميل قوي. بس هو لو مش موجود عندك مفيش مشكلة، الوصفة هتكمل عادي يعني، مش هتقف على الصوص ده. انا هنا عندي شاورما فراخ مقطعاها صغير، وعندي بانيه، وعندي دبابيس، وعندي الفخذ بتاع الورك. انا قسمتهم. انا هنا نزلت بالتتبيله، خلطت الشاورما كويس جدا في التتبيله، هبيتها ليله في التلاجة. والبانيه برضو نفس النظام، هبيته ليله في التلاجة، وبكره ان شاء الله هبقى اعمله بالفيجيتار. انا هنا بقسم البانيه، مقسماه القطع. بانيه هيبقى للشوي، تمام، وبانيه تاني هيبقى للقلي. الشوي دوت يتشوي مثلا صينيه في الفرن، او يتشوي على الشوايه على الفحم. واللي في الطبق الناحية التانية ده بانيه، ان شاء الله بكرة بإذن الله هعمله بالفيجيتار، وهيبقى ايه جاهز على التحمير. مفيش احلى يا جماعة من ان احنا نبقى مجهزين كل حاجة، يعني تبقى جاهزة على التسوية. لو في امكانك ان انتي تفرزي الحاجة بتاعتك وتجهزيها على التسوية اعملي كده. وده مش شرط كمان لشهر رمضان، لا، ممكن تبقى فيه واحدة عاملة راجعة من شغلها تعبانة بقى، لسه هتقف وتنضف فراخ وتعمل تتبيلة، لا، هي يوم اجازتها هتعمل التتبيلة وتظبط كل حاجة وتطلعها تبقى على التسوية على طول. انا هنا بعمل عملت بقية الفراخ اللي هي الدبابيس والجنيحة والحاجات دي. انا هنا فرستها، حطيت في كل كيس دبوس وجناح، وده كان دبوسين. والكيس التاني الكبير ده حطيت فيه الفخدة بتاعة الورك، يعني انا فصلت الدبوس عن الفخدة بتاعته. ده البانيه هيتشوي. يعني ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. الفرخية ما شاء الله، هما كان عندي بانيه اصلا كنت جايباه في الفريزر، وكان عندي كام ورك، فانا طلعتهم مع الفرخة اللي انا كنت جايباها. قلت يبقى
يتعملوا كلهم كده مرة واحدة، تعب بتعب وايه. هنرتاح يوم بس، هنتعب يوم بس هنرتاح يعني بإذن الله. ايه، نطلع يبقى الأكل جاهز على التسوية على طول. ده البانيه اللي هيبات في التلاجة النهاردة بإذن الله. ودي بقى لحمة الحواوشي اللي انا عملتها معاكم، دخلتها جوه الكيس وبططتها بحيث ان هي ما تاخدش مكان في الفريزر، وكتبت عليها لحمة حواوشي عشان ابقى عارفة، عشان ما توهش وسط الحاجة اللي متفرزة. اهم حاجة ان احنا نكتب عليها. ودي كمان الشاورما اللي انا مقطعاها برضو هتبات ليلة كاملة في التلاجة، وبكرة بإذن الله هنعمل الايه، التسوية بتاعتها. ده بقى مش كيس بن، ده كيس بتاع يعني كان جواه بن والبن خلص. فانا بقى ايه، الاكياس لما بتخلص انا مش برميها، انا بخليها بحط فيها بقى تتبيلات. ممكن افرز فيها اي حاجة لانها اكياس محكمة الغلق وكده فجميلة قوي. فانا بحط فيها تتبيلة الفراخ وبس كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا اتبسطتوا واستمتعتوا واتسليتوا. وما تنسوش لو الفيديو عجبكم تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة. اشوفكم على خير بإذن الله، في حفظ الله.